فاكرين اللي فاتسات؟ أكيد فاكرين اللي فاتسات. دي ذكرى ما جاش ولا هيجي زيها، بس مش لأي سبب عادي. اللي فاتسات يبقى أغرب وأكتر طريق مريب ممكن تاخده عشان ترجع لأيام زمان. إرسال 16 ساعة. إرسال 16 ساعة. فهو هيرجعك فعلا لأحلى أيام في حياتك بدون شك، ولكنه برضه هيرجعك لأغرب وأكتر أحاسيس مريبة حسيتها في صغرك، سواء كنت بتعشق المسلسل وبتتابعه كل يوم الساعة 7 في رمضان، أو بتجري تقلب المحطة لما تسمع التتر. ففي عامل مشترك ما بين الاتنين، الريبة. حتى لو حبيته، المسلسل هيخليك قاعد مرتاب بشكل نادر جدا، انت مش عارف حتى تحطه في كلام. المفاجأة بقى ان الموضوع ده ما بيروحش مع الايام. الاحساس ده هتحسه هو لو جربت تفتح وتتفرج عليه دلوقتي وبعد كل السنين دي، وبعد ما بقيتوا بالغين عاقلين ملوا هدومكم، نفس الريبة اللي ما تتوصفش هتفضل موجودة. غريبة مش كده؟ ماذا لو قلتلك إن في تفسير علمي حقيقي لكل الأحاسيس العجيبة دي ناحية المسلسل ده بالتحديد، وإن الموضوع مش إفيه ولا هزار، المسلسل علمياً بيخوف. بس سيبك من الكلام ده دلوقتي، تعال نرجع الأحاسيس الحلوة اللي في قلبك، بعدين نخليك ترتاب براحتنا. إحنا في سنة 2000. الدش لسه داخل بيتكم جديد، فاتح الفضائية المصرية ولا الLBC ولا الMBC؟ بوكيمون يوميا الساعة 12 ظهرا لأول مرة على MBC. أوائل أي ظاهرة اجتماعية بيحصل صدمة كده، والمجتمع بيحس بفاسينيشن أو إعجاب أو هوس بيها. لعبة جديدة في إيدنا كلنا، على حسب جيلك هتلاقي ده، سواء طلعت مع الفضائيات أو التليفونات، النت أو السوشيال ميديا، فأنت جربت إحساس إن المجتمع لقى لعبة جديدة. لعبة ال2000 كانت الدش والفضائيات. تيجي فكرة في دماغ المبدع المصري سمير حبيب، أساطير الأبيض وأسود والزمن الجميل. هيعملوا إيه لو شاركونا اللعبة الجديدة دي؟ هيقولوا إيه على أيامنا في 2000؟ نعمل محطة فضائية كل أبطالها نجوم الأبيض وأسود، فكرة يطلع منها درر وإبداع للصبح. قناة منها هيقدر الزمن اللي فات يكلمنا عن زمن دلوقتي. اللي فات سات، الاسم نفسه هايل. مقدمة البرنامج ده هي النوستالجيا بعينها. الأغنية دي بتطير عقلي لزمن أنا والله فاكر حتى ريحة الهوا فيه. واحنا نجوم الناس حبتنا وسنين عدت ولا نسيتنا. تتر اللي فات سات كان بيشتغل في أحلى وقت في اليوم، في أبسط مرحلة في حياتك، في أجمل شهر في السنة. الدنيا حلوة بالحب سكر مشهد وغنوة تحلى وأكتر. تسمع بس الحتة دي ترجع 26 سنة. ذكرى بونس، التتر ده معمول في اللي كانت ماجيك لاند. تعالوا معانا نروح على المتعة ماجيك لاند، 2 و3 4 وخميس جمعة وسبت وحد. ماجيك لاند تبقى الملاهي اللي عملوها في مدينة الإنتاج الإعلامي، وبالمناسبة دي كانت منافسة دريم بارك. ماجيك لاند مدينة ملاهي حقيقة مش خيال. المبنى ده يمثل لمئات آلاف المصريين ذكريات من القلب بجد. خسارة إنها اتقفلت وراحت معاها الذكريات دي كلها، ولكن تتر اللي فات سات هيفكرنا بيها. لكن برضه هنتصرف، هنجيب كاميرا ونتصرف. زي ما قلنا، الفكرة كانت للموسيقار والملحن العظيم سمير حبيب، الاسم الأهم في رحلة ديزني بالمصري اللي حكيناها بأدق التفاصيل، وبننصحك قوي تشوفها بعد الفيديو ده. سمير حبيب تجيله الفكرة ويروح بيها يتعاون مع كاتب سر الأرض فداء الشندويلي، وواحد من أكتر المبدعين المصريين في مجال البصريات غير البشرية، زي الرسوم المتحركة والعرايس يعني، وإن كان الأقل حظا ولكن على لستة الأكثر اجتهادا المخرج عادل مكين، اللي ليه عمل تاني فريد من نوعه نستغل الفرصة دي إننا نعرفكم بيه، وهو توتو وبجامة. وكان أول عمل في مصر يجمع ما بين الأنيميشن واللايف. أعصابك يا راجل. هو قاعد فيها أعصاب. الأدوار الصوتية بقى كانت متوزعة على أسماء جميلة زي لطفي لبيب وسامي مغاوري وماجد الكدواني وسهير البدراوي وغيرهم كتير من الأسماء القيمة. بتشتكي من إيه بالضبط؟ بشتكي من مسلسلات التلفزيون يا دكتور. والمبدعين لقوا الفكرة وكونوا الكاست. محتاجين فورمات تلفزيوني ليها بقى، نعمله كرتون، نعمله تقليد، ولا نعمله عرايس زي بوجي وطمطم، ولا نجرب حاجة جديدة خالص. الميزانية كانت كبيرة، ومدينة الإنتاج وقطاع التلفزيون قرروا يعملوا عمل ضخم، فده شجع صناع العمل إنهم يعملوا حاجة ما اتعملتش قبل كده، تليق بالإنتاج اللي ما اتعملش قبل كده. الاختيار كان إننا نعمل عرايس، بس مش عرايس عادية، نعمل ولأول مرة عرايس واقعية، ونخلي ملامحها كاريكاتيرية عشان تضحك. وده كان أكتر اختيار غير موفق
في تاريخ التلفزيون المصري. ما صدقت إنها اتغيرت عشان أعرف أكدب على السكرتيرة الجديدة. محاولة للإبداع خدت منحنى تاني تماما. الشيء ده بكل حاجة فيه المفروض هو باي ديزاين إنه يخوفك. علميا اللي فات سات يعرفكم على الوادي الغريب The Uncanny Valley، ظاهرة في علم النفس هتبقى ورا كل حاجة حسيتها ناحية المسلسل ده. الوادي الغريب ده بتوصل له لما تشوف حاجة شبه البني آدم جدا ولكنها في نفس الوقت مش شبه البني آدم خالص. عينك بتقول بني آدم، عقلك بيقول مش بني آدم، أو بني آدم في حاجة غلط، في حاجة غلط، فبيحصل تربنة أو لخبطة غير مريحة وتحسس عقلك بالخطر. كلمة كبيرة شوية ولكن فعلا حقيقية. في حاجة اسمها عدم تطابق إدراكي perceptual mismatch. ما تنامش مني، الموضوع ببساطة إن العقل يحب يشوف الوش المتطابق بشكل كلي مع الملامح المعروفة وأماكن أعضاء الوش، والعقل بيبقى حساس جدا جدا لأي حاجة غلط. عن زوجة رجل الأعمال اللي لما جوزها ضربها بالقلم دسيته بعربيتها. جميع عرايس اللي فات سات فيها حاجة غلط، فيها حاجات غلط. خصائص البشر موجودة ولكن مش بالشكل البشري. الصوت طالع بس الشفايف بتتحرك حركة طفيفة جدا. انت ما يلا يا دكتور، مستنين ايه بس؟ البق دايما مفتوح، عين صغيرة وعين كبيرة. المقصود كان انه يبقى كاريكاتير دمه خفيف زي كده مثلا، ولكن اللي اغفل عنه صناع العمل ان الكاريكاتير المرسوم حاجة والعرايس الواقعية حاجة تانية خالص، لان شكل العرايس الواقعية قريب جدا للبني ادم بشكل يدخلنا الوادي اياه. كل ما بعدت تماما عن شكل الانسان عقلك ما بيحسش بالخطر. عشان كده بنضحك على رسومات الكاريكاتير وبنحب الكرتون وبنعشق العرايس، انما بنخاف من اللي فات سات. زي ما قلت لك الموضوع علمي بحت، لأن زي ما قال الكوميديان الأمريكاني جوردن بيل بعد ما حول كاريره من الكوميديا للرعب إن في خط رفيع قوي ما بين الكوميديا والرعب، لدرجة إن أحيانا الفرق الوحيد ما بين الاتنين بيبقى الموسيقى التصويرية وبس. صحيح العيانين كتير وواقفين قدام المستشفى طوابير. التوليفة العلمية دي بقى كلها تبقى من أهم حبكات أعمال الرعب. أكبر مثال على ده هيبقى شخصية تشاكي، واحدة من أشهر سلاسل الرعب الأمريكية، معمولة بنفس فكرة اللي فات سات. عروسة واقعية بملامح غلط، لاعبين في تفاصيل وشه كفاية إنه يبقى شبه الطفل البشري، ولكن مختلف كفاية يوديك الوادي الغريب ويحسس عقلك بالخطر ويفضل مرتاب وخايف طول الفيلم. تصميم مقصود. ده نفس السبب ان الكلاون او المهرج كان دايما بيحصل شكاوي منه انه بيخوف الاطفال اكتر ما بيضحكهم، لحد ما بطل يبقى رمز كوميدي وبقى حبكة مرعبة. وده عشان ملامحه اتزقت بعنف ناحية الوادي الغريب وخرج من وادينا المألوف. دلوقتي بس تقدر تتخيل قدر المشكلة اللي بقى فيها مسلسل اللي فات سات. النية للابداع وتقديم حاجة جديدة بانتاج عالي المستوى وداهم من غير ما يعرفوا لتصميم عرايس معمول خصيصا لافلام الرعب بسند علمي. اللي يزيد الطين بلة إن اللي فات سات برنامج اجتماعي ساخر بيتكلم عن مشاكل المجتمع للكبار مش للأطفال. هما ليه كل يوم بيكتبوا لنا في الجورنان سعر بيع الدولار في البنوك؟ ولكن تغلفته كلها والبراندنج للأطفال، من أول الأغنية لحد الشخصيات، وحتى زي ما قلت لك مكان تصوير التتر يبقى ملاهي مشهورة للأطفال في الوقت ده من الزمن، عشان الطفل يخش متحمس يلاقي نفسه في وسط الوادي الغريب والشخصيات بتناقش صفحة الحوادث. برنامجكم الجديد المرأة والسطور. ويتراوح رد الفعل ما بين عدم الارتياح العام مصحوب بالاستمتاع بالعمل اللي فعلا في قلبه جيد للرعب وقفل التلفزيون. صناع العمل حبوا يعملوا سابق، يجربوا حاجة جديدة، يقدموا اختراع مستحدث على التلفزيون. النية دائما الإبداع، ولكن اختيارهم المرة دي في التجديد وداهم لوادي محدش تخيل يروح له. الأستاذ سمعة بقاله 7 سنين مش عارف ينام. الجزء الأول بسبب ميعاد عرضه واختلاف الفكرة وأغنية التتر الناس عرفته واتفرجت عليه، ولكن بكل التداعيات اللي شرحناها. فصيته خلاه ياخد فرصة تانية ببادجت أعلى وحلقات أطول في إنتاج مصري إماراتي مشترك ما بين تلفزيون دبي ومدينة الإنتاج. مسلسل كراكيب فضائية 2002. في قمر مجهول جوه مجرة في الفضا محسوب منطقة حرة. واضح جدا ان البادجت حسنت الجودة، نفس الستايل بس حصل بعض التعديلات في العرايس. هنرجع لك الباقي بالتقسيط على 32 سنة و15 يوم. وبرغم ذلك نجاح الجزء الثاني كان محدود. نفس الفكرة كانت هتدخل التاريخ لو اتعملت بأي شكل تاني، لو كان بس الإبداع اقتصر على الكتابة والأداء وليس الفورمات. ولكن الاجتهاد الخاطئ خلى عمل جيد جدا بفكرة رائعة وليدة عصرها تعجب شريحة رفيعة من الناس وتقلق الشريحة الأكبر، وينتهي العمل ويصبح بعد 26 سنة ميم أو كوميكس للأجيال الجديدة اللي شايفاه جاي من الديب ويب، ولكن وراه قصة ووراه مصريين مبدعين طموحين بفكرة رائعة
هو كتابة جميلة وهدف اجتماعي سامي، ولكن العقل البشري وقف ضد الفكرة. اللي فات سات علامة تلفزيونية أكتر ما منه مجرد نكتة ومحاولة راقية انتهت بالصدفة في وادي غريب. مهما خوفنا فهو علامة الوقت مفيش أجمل منه، بنتمنى يرجع منه ثانية. نوستالجيا تغفر له كل الكوابيس، وأغنية ترجعنا الحياة كان كل شيء فيها بسيط. التجديد ليه عواقب، يا تصيب يا تخيب. بنشكر كل صناع العمل على تعبهم وإبداعهم المستمر، سواء في اللي فات سات أو في مسيرتهم المشرفة لكل منهم وللفن المصري. لو عجبك المحتوى ما تنساش تشترك في القناة، لأنه أكبر دعم لينا نستمر ونكمل. الذكريات ما بتخلصش واللي جاي أحلى. أراكم على خير.